اهلا وسهلا، اش خبركم؟ كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم غادي يكون روتيني في البيت، وبالخصوص روتين التنظيف. كنوجدوا العواشر، ذكرى ديال المولد ان شاء الله. صراحه حنا ما كنحتفلوش به، ولكن قلت خصني ضروري نخمل الدار باش فاش يجي المولد النبوي تكون الدار نقيه. اصلا جبرتها غير سبختكم، رجعت خصها غير فوقاش نوض تخمل الدار. اللي ضربني على التخمل. ما عرفتي واش الواحد كيكبر كيتبدل، واش مع لاج لي زاكتيفيتي والهوبيز ديال الواحد كيتبدلوا. الله اعلم. المهم انا كنت كنضحك على ماما فاش كنت باقا كنسكن معاها. كنقول لها ماما انت كتكون جالسه ما عليك ما بك، كتقول لها عرفتي شنو، يلا نعمل تماره، يلا نضرب تماره في الدار ونخمل. سبحان الله، رجعت في حالي. يعني نكون جالسه ماشي هادشي كنعملو حيت كيعجبني ولا كنستمتع، لا والله ما كنستمتع، مي كنكون جالسه كنقول لها خصني ضروري نوض نخمل الدار. هادشي اللي عطا الله، ماشي شي هوايه اللي كنفتخر بها ولكن هادشي اللي عطا الله، اللهم نظافه ولا والو. وحتى علي بعض المرات كنكون جالسه كنقول له شوف انا غادي نهاود خصني نجمع الدار، كيقول لي ماشي البارحه جمعتيها. مهم لي فيا ما يهنيني، وقيله بديت كنديفلوبي او سي دي، يخليوها على الله وصافي. المهم غادي نجمع الدار كامله، نشطب، ندوز لاسبيراتور، نمسح الغبره. هذا هو المشكل اللي كاين في الديور ديال اليوكي، مشكل ديال الغبره. واخا تعيا تشطب، واخا تعيا دوز لاسبيراتور، لا غدا بحال تقول عمركم ما عملتوا شي حاجه. كنت بغيت نتكلم معكم في واحد الموضوع اللي كنشوفو كيتعاود بزاف في لي كومونتير مؤخرا. دائما تحت لي فيديو كنلقى صفا علاش كتخلي راجلك بوحدو، علاش كتمشي المغرب بلا راجلك، علاش كتخليه يسافر رجلك على رجلو، واش ما كتخافش من الخيانه. شوفوا البنات، سيغت انا وياه مزوجين، ولكن راه بجوج بينا عندنا حياتنا. انا عندي حياتي وهو كذلك. هو عنده الخدمه اللي شحال مره كيطلب انه يسافر، بحال مؤخرا سافر تقريبا 25 يوم، مشى مع الشريك ديالو على حسب الخدمه. شنو غادي نقولوا؟ لا اختي ضروري نمشي معاك، رجلي على رجلك، راه ما جابتهاش. وانا بدي كان عندي فواياج نيت مع عائلته، وقبل من داكشي كان عندي فواياج للمغرب باش نشوف عائلتي. بالعكس هو بيدو كيقول لي صفاء امشي شوفهم، حيت راه الوقت كيدوز وما كاينش شي حاجه اللي كنتحسر عليها. لي بارون ديالنا كيكبروا، اختك كتكبر، كيكونوا بزاف ديال المناسبات اللي ما كنقدروش نحضروا معاهم. ف هادشي كيلعب لي على النفسيه ديالي، وكنحاول بما امكن انني فاش نلقى الفرصه نمشي ندوز وقيته مع العائله ديالي، حيت راه هادوك عائلتي، ماما، اختي، جداتي، بابا، ضروري واجب عليا انني نمشي نشوفهم. خصوصا ان الحمد لله الا كتاح لي الفرصه باش نمشي نشوف عائلتي ما غاديش نضيع هاد الفرصه. من ناحيه ديال الخيانه في الزواج، سواء كان للابد او زواج مؤقت، الواحد خصو يمشي بالنيه ديالو باش تقدر تعيش حياه سعيده هادئه. اما الا انا غادي نبقى مزوجه وانا في الخلع، عندك يخوني، عندك يشوف شي جهه واحده اخرى، راه غادي نعيش حياه كئيبه. ونبغي نقول لكم سواء الرجل ولا المراه، راه حتى شي واحد ما تقدروا تحديوها. يقدر يكون الراجل معاكم في الدار وانتينا دائما جالسه معاه في الدار، وهو يمشي يخونك وانتينا ما على بالكش، والعكس صحيح. فانا كنحاول نصفي قلبي من ديك الناحيه، نصفي نيتي معاه ونتفائل بالخير الى ان يثبت العكس، باش نقدر نعيش مرتاحه. لانه انا ما نقدرش نعيش مع شي شخص وانا شاكه فيه على طول، لا يمكن، غادي نتعذب. الارض ما كرهتش نجفها بالشطابه ونحك ونكرط ونبرد الغداريد، ولكن فاش يكون عندك باركي كيقول لك ما يصلحلوش داك التجفيف ديالنا المغرب. حنايا المغاربه الا ما حكيناش الدار بالشطابه والكراطه والسطوله ديال الماء ونلعبوا شنو هذاك، نلعبوا السكي نلعبوا السكي في التجفيف، صافي ما كنحسوش براسنا عملنا شي حاجه. البنات شوفوا هذه اللي كنحطوا عليها قشع، علي كنشراها من عند جون لويس. بون هذه هي الماركه جوزيف، ومزيونه بزاف. هي كتفتح زعما كتزيد تطوال، وفيها من هنا كيخرج الماء. يعني فاش كتقطروا الماعين ديالكم هنايا، عوض ما الدنيا كامله تعمر بالماء، ديك الماء كيهود نيشان هنا. نحيدو دابا. بقات لي غير الكوزينه، غادي نحكها مزيان. عاد كندوز بالزاويه ناشف. بينك ستاف هذا مزيون البوطه، غادي ندهنها كامله، ماشي واعر. انا شريتو هذا فاش كنت شريتو حيت شفت بزاف ديال الناس كيهضروا عليه،
هو مزيان صراحه ماشي واو، كيقضي الغرض وصافي بالنسبه لي. من غير الا كنت انا كنستعملو بشي طريقه غلط ممكن. البوطه ما كنتش باغا نغسلها مزيان حيت باقي غادي نطيبو اليوم، غنوجدو الماكله ديال غدا ان شاء الله. ولكن ما قدرتش نخليها هكذا الكوزينه كامله تكون نقيه الا هي. هادو الزيوتات اللي كاينين هنا شويه هكذا. عافاكم ما تقولوا صفاء من لي غون، ما كنعرفش نخدم بلي غون، هذا هو المشكل. هادي حتى كيبان لي غادي نحك البوطه مزيان ونغلفها بالومنيوم باش حتى طيبنا نحيد غير ديك الالومنيوم وصافي. كنت بغيت نكمل معكم التخميل في الفيديو ولكن ما قدرتش نبقى بالشال ملوي على عنقي قنطني، وانا بغيت نتحير مزيان على الدار. كملت التخميل، شطبت لاسبيراتور، جففت. هاد فوطو مسكين كنقيل نقلب فيه كل مره من حيت كنعملو. غادي نبيعو قريب ان شاء الله حيت هاد البلاصه هادي كلها غادي نرجعوها صاله مونجي. هاي طل القمر علينا. What? طل القمر علينا. The moon has finally decided to show its face. The moon? Yeah. Well, they do call me Pika John. What? هذه هي المعاونة الوحيدة اللي عمل معايا اليوم، وماشي تا معاونة، كيعدل غير من الشيك راسو صافي. I'll have a sip with you. Protein. Healthy protein. عايلي كيعدل الشيك ديالو. هذا بروتين شيك فيه كاجو، قرقاع، تمر. هادشي فاش كنستعملو التيرموميكس خبركم ما بقيتش كنعمل كاع الوصفات، كنطحنو فيه غير العسل. يا ربي الحبيب. عندنا الحليب لاكتوز فري، الناس اللي عندهم حساسيه اللاكتوز هذا واحد سكوبي. واحد سكوبي 1 سكوب ديال البروتين. هذا هو البروتين اللي كيشرب عالي وكنشربو حتى انا معاه مره. هذا بيور واي. هذا البروتين هذا مصنوع من الحليب، يعني بروتين صحي، لو ان شوجر، فيش سكر بزاف، ولو ان فات. Isolate means it's got no lactose in it. ما فيش لاكتوز. They've got rid of the lactose. الناس اللي عندهم حساسيه ديال اللاكتوز حتى انا قلت لكم كنشربوا معاه مره سورتو فاش كنمشي لاصال، حيت بعد المرات با فورسيمون كناكلوا يعني الكميه ديال البروتين اللي خصنا ناكلوها في النهار، فكنشربها في الشيك كيجي مزيان وما فيهش لوغو، ما فيها حتى شي مذاق. Did you put bananas? Yeah. This is to add a bit more taste. I don't add any sugar, so my only sugar I have is dates, banana, and dark chocolate. هنا غادي نحط العشاء ديال عيالي. عندنا فرايز ليكيت عملتهم في اير فراير، شويه ديال الزيت. وهنا عندي اللحم ستيك اللي وجدنا بارح بقى، وهو العشاء ديال عيالي اليوم حيت نهار ديال التخميل. Do you want it on the side? Oui. نهار ديال التخميل ما كنطيبش، مي كنت عارفه كاينه ماكله باقا ماكله كافيه،
فيلي ديال اللحم مقطع طريفات صغار مع فلفله خضراء وفلفله حمراء بصيله. كنت وقيله ديجا شاركت معكم الوصفه كنظن. غنزيد سالاد ديال كولسلو اللي هي كرومب مع جعده ومايونيز. انا ما كتعجبنيش بحق عليك كتحمقو. غادي نقطع الخيار وتشيري توماتوز. شويه ديال البزر على الخيار والمطيشه. تالا هذا هو العشاء ديال علي. بقاو معايا حتى نوريكم العشاء ديالي حيت انا عندي مبدل. بسم الله. قول مراتك ما كتهلاش فيك. الحمد لله. ودابا غادي نوجد الطبيشه ديالي. حتى انا غادي ناخذ شويه ديال الخيط. صراحه ما كاينش شي جوع اللي هو كبير. وعندي فيش كيك هادو ديال الحوت كتكون فيهم واحد لاصوص مزيونه من داخل. الخيار والسالاد. راكم عارفين ما كناكلش الطوماط so a lot of salad. هذا هو عشايا. غادي ندوق عالي حتى هو غيدوقني. دايوغ عملت له وحده ديالو فيش كيكه يعني باقا فرن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقيتوني غادي نمشي للسوبر مارشي. غنمشي عند كزار بلوتو حلال حيت خصني نشري الدجاج اللي غادي نوجدو ان شاء الله اليوم. كنت بغيت نشري الدجاج البارح في الليل ولكن حماتي قالت لي من الاحسن نشريه اليوم حيت البارح كان الحد. كتخاف ما يكونش زعما عندهم داكشي جديد في الويكاند. ايوا صافي دابا غادي نمشي نشري الديوجات باش غادي نعمل الدجاج محمر. اخباركم الدجاج محمر ريكويست طلب ديال عكوستي والطلب ديال علي ولوستي تا هما رجعوا كيحماقوا عليه على الدجاج محمر. انا ما كنتش باغا زعما ما كنتش عاوله نعملو اليوم وجات عكوستي البارح قالت لي صافي اعمل روست تشيكن على الطريقه المغربيه. غيكونوا فيه دي شونجمون شويه. المهم انا غادي نبارطاجي معكم كلشي ان شاء الله. دابا كنهضر معكم واخا كنسوق حيت هاد الطريق كنعرفها مي فاش كنكون غادي نمشي لشي ديستيناسيون وحده اخرى ما كنعرفهاش خصني ضروري جوجل مابس والا نصدق نصفي في شي بلاد وحده اخرى. البنات اللي كيبغيو يعملوا برياني دائما كنبغي نشريهم نديهم معايا المغرب وكنسى. جربوا هاد الماركه مزيونه بزاف. هذه التوابل ديال البرياني ميكس يعني بلا ما تبقاو تحمقوا راسكم. حليم وكله مفضله ديالي كفته حتى هي مفضله ديالي النهاري. المهم داكشي باكستاني كامل كيعجبني. خصني نبقى نشارك معكم الوصفات بزاف حيت انا مأكده غادي يعجبوكم. يوركشير بودينغ. خصني ناخذ كولي فلاور ماشي كولي فلاور بروكلي. دخلت للدار كنطير باش نشرمل الدجاج. كنت بغيت نشرملو امبارح في الليل ولكن شرحت لكم القضيه. هذه الشرموله ديالي عملت فيها تومه سكينجبير طري ملحه خرقوم سكينجبير الحامض مسيار الزعفران شعره وعملت نص بصيله حكيتها. عارفاكم غادي تقولي صافا بصله ما كتصلحش في الشرموله ديال الدجاج ولكن حيت انا ما غاديش نشرملو مده طويله ماشي مشكل. يلا غادي يطلقوا لوغو ما يطلقوش ديك ريحه البصل اللي كتبات. ضفت قزبر ومعدنوس مقطعين طريفات صغار. خلطت الشرموله بشويه ديال الماء وشرملت الدجاج ديالي اللي بيان سور غسلته بالماء والحامض والخل والملحه وشويه ديال السكينجبير. الدجاج اللي خديت من عند الجزار خديته بلا جلده. واخا الدجاج محمر كيبغي ضروري تكون جلده بحق ماشي مشكل حتى هكذا كيجي مزيان. عملت بطاطا بخرتها غير نص تبخيره. عملت مليحه الابزار معدنوس بودغ
كورياندر، قزبر فريش، شويه ديال الثومه بودره، الزبده، وغادي ندخلهم الفران باش البطاطا تزيد طيب. هنا بديت كنوجد الطابله باش كلشي يكون عندي محطوط. هنا بديت كنوجد الطابله باش نتغداو ونتعشاو شويه بكري. طبيصلات صغار جبتو معايا من المغرب، عملت واحد فيه حمص الزيتون، والطبسيل الثالث غادي نعمل فيه جعده مشرمله، غير وكان غنضيف عليها شويه ديال العسل. وهذه هي الضغميره ديال الدجاج، تقريبا عملت شي 3 ولا 4 ديال البصلات كبار، حيت انا كيعجبني الدجاج محمر اللي تكون فيه الضغميره كثيره. وهذه هي السفره ديالنا المتواضعه. انا وجدت الدجاج بالضغميره، المذاق جا رائع، وعكوستي وجدت افغاني بيلاو اللي هو الروز على الطريقه الافغانيه. عملت واحد كونتيتي اللي هي كبيره مناسبه ديال ذكرى المولد. حماتي كتبغي طيب بالزايد، وهكذا كتذوق الجيران كلهم. واخا غادي يبان لكم شويه في التبصيل، ولكن باقي تبارك الله الطنجره عامره اللي كلها غادي نعطيوها للجيران. هذيك الجعده اللي شرملتها وزدت عليها شويه ديال العسل. وهذا هو العشاء ديالنا. وعكوستي كذلك وجدت الزرده هو داك الروز اللي كتشوفوه ذهبي، كيكون روز حلو حتى هو. غادي نجمعوه في كريتناس وغادي نخرجوه للناس. الزرده كتجي مزيونه، اول مره ندوق انا الروز حلو، حتى ذقته مع عند العائله ديال عالي. هلو، عدت اليكم. دخلت عملت دوش خفيفه حيت غادي نمشي للجامع ان شاء الله. ما بغيتش نمشي بريحه ديال الماكله والريحه ديال الزيوتات. عندي تقريبا واحد 10 دقائق غادي نعمل فيها سكين كير، وفي نفس الوقت نشارك معكم لي برودوي الاساسيين اللي كنستعمل مؤخرا، سواء الناس اللي كتبعوني في انستغرام ولا في يوتيوب كيقولوا لي صفاء لاحظنا الفرق في لابو ديالك. لابو ديالي كتبان احسن بكثير، اللهم لك الحمد والشكر. صراحه ما بقيتش كنستعمل لي برودوي بزاف في المقارنه مع شحال هادي، كنستعمل غير داكشي اللي لابو ديالي كتحتاجو. من هادشي كامل هذا هو اقل برودوي كنعمل. ودايوغ راه باينه هذه لا بوتي ديالي الثانيه، ولكن هذا القريعه ديالي الخامسه ولا السادسه باش تعرفوا الفرق. هذا كنستعملو بزاف، هذا مره. اول حاجه في كل سكين كير روتين ديالي كنستعمل هاد غسول الوجه ديال لا مارك زياجه. زياجه هي ماركه بولنديه وكاينه في المغرب، كتباع في لي بارافارماسي، كتباع في لي سيت، مي زعما متواجده بكثره. ممكن تدخلوا عندهم الانستغرام الا كنتو مثلا كتسكنوا في شي مدينه وبغيتو تعرفوا اش من بارافارماسي كيبيعوا لا مارك ديال زياجه، غادي يقدروا يجاوبوكم ويعاونوكم في انستغرام. وانا هادشي كناخذو من طنجه، فين ما كنمشي لطنجه كنطلع معايا ستوك. اكثر من عامين تقريبا او عامين ونص وانا كنستعملها ومداومه عليها، خصوصا هاد لو جيل نيتويون لاغام مانوكاتري بيوريفاين، كيصلح جميع انواع البشره. اختي عندها بشره دهنيه كتستعملو، دعاء عندها بشره ميكست كتستعملوه اللي هي الصديقه ديالي، وانا بشرتي جافه هذا ما كيخطانيش، دائما كنغسل به وجهي. اللي كيعجبني في الماركه ديال زياجه هي لا كاليتي ديال لي برودوي، وفي نفس الوقت ثمن جد مناسب. غادي تسمحوا لي غنطول عليكم شويه في الشرح، حيت شحال هادي ما عملت لكم هكذا فيديو سكين كير مفصله ونتكلم لكم على كل برودوي. فقلت واي نوت اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كل برودوي اللي كنعمل في لا روتين ديالي. ما تخيلوش معايا اخر مره استعملت فيها دي ماكيون ولا استعملت ديك لي لانجات اللي كيحيدوا المكياج، راه بيني وبينه مده كناخذ غير جيل نيتويون هذا ديال زياجه معايا، سورتو في السفر. معنا كنسافر بزاف كنديه غير هو فقط، كيحيد لي المكياج، كيحيد لي مكياج ووتر بروف، لا ديك البلعه ديال القطن ودي ماكيون ولي لانجات ديك التماره كامله ما كاينلاش. تونر كنعكز عليه صراحه عليها. هذه القريعه الثانيه ديالي، غير ملي كنتفكر مره كنرشها على وجهي كيحيد لكم الا كان البقايا ديال المكياج، واخا مع هاد لو جيل نيتويون ما كيبقى في وجهك والو اصلا. مي راكم عارفين الماء كيكون فيه كالكير، كيكونوا فيه بعض الحاجات اللي مضرين بالبشره او كينشفوا البشره. خصوصا انا لابو ديالي كتنشف بزاف، فاش كنحس لابو ديالي شويه ناشفه ولا كتجبد كنرش عليها هاد تونر وصافي كترجع ايدغاطي وفيها واحد لمعه مزيونه. ندوزو نهاد جوج ديال لي برودوي اللي كنستعمل حتى هما بكثره من لا مارك تيليلا. تيليلا هي ماركه مغربيه 100%، لي برودوي ديالهم بيو ما كيضروش البشره. هذا غوماج بالعكار الفاسي، وهذه لا كريم ريباراتريس اللي كنستعملها في الليل فاش كنبغي ديك الترطيب هكذا العميق في الليل قبل ما كنعس. كنفيق في الصباح لابو كوريان سكين، عرفتوا ديك البشره ديال الكوريات كتكون فيها واحد اللمعه ورطبه بزاف، هي هذه. وهذا لو ماسك غومون بالعكار الفاسي، غادي نفتحو معكم باش تشوفوه. كنستعملوه بكثره انا وعالي، مره في الاسبوع او جوج مرات في الاسبوع على حسب الاحتياج ديال البشره. كنوضعو على وجهي واحد نقولوا ربع ساعه تقريبا، وكنغسل وجهي بدي موفمون سيركولير
كنقشر البشره الا كان فيها الجلد الميت، او ميم طون كيعطي ليكلا مزيون بزاف لابو. انا لي برودوي اللي كنستعمل كاملين تحت شعار ليكلا، النضاره ثم النضاره ثم النضاره. لي برودوي ديال تيليلا اي هايلي ريكومندهم، وممكن تكومونديهم في لو سيت ديالهم، لو سيت ويب. اخر برودوي كنستعمل هو ليكران سولير د لا مارك براندوك، شاركته معكم في الفلوق اللي فات. ضروري ومؤكد انكم تحميو البشره ديالكم اشعه الشمس، حيت انا قربت للثلاثينات ان شاء الله. هذه هي الوقيته باش نبداو نعتنيو بلابو ديالنا كوم يلفو. فالسان سكرين ضروري ما كيخطانيش، وهذا ليكرون ممكن تعملوه كل 2 ساعات او 3 ساعات، وكنعملوه حتى في الليل. كنستعملوه في الليل لانه هذا الواقي الشمسي كيحميك من الشمس، او ميم طون كيعالج لك البشره. اي مشكله عندكم في البشره السان كلير كيساعدكم انكم تخلصوا منهم. سورتو انا فاش جيت من المغرب ما عندي ما نقول لكم، وجهي كان عامر بالنمش، فحيت ما كنتش كنستعمل ليكرون سولير كنت كاسل عليه. بديت كنقول لا خصني ضروري نتبرونزا، شي برونزاج ما شفنا، تشوطنا ولكن برونزاج ما كاينش. فرجعت نستعمل ليكرون سولير كبروتيكسيون في نفس الوقت كعلاج البشره، ولاحظت فرق كبير في لابو صراحه. لابو ديالي رجعت نقيه، ما بقاوش فيها ديسكولوريشن، ما بقاش فيها النمش بكثره، اللون ديال البشره رجع جد موحد. ماركه ديال براندوك ماركه مغربيه اللي صنعوها اطباء طبيبات سورتو مغربيات، ما فيهاش دي كومبوزون اللي غادي يضروكم. حتى المراه الحامل ممكن انها تستعمل لا غام ولا لا مارك ديال براندوك، حيت عندهم بزاف ديال لي برودوي وحدين اخرين ممكن تستعملوهم، ما عندكم مناش تخافوا. عندهم جوج ديال لي غام ديال سان سكرين. كاين سان كلير اللي هو وقايه وفي نفس الوقت عنايه بالبشره. هاد لاغام هادي سان بروتكت فيها غير بروتكشن الحمايه من الشمس، خديتها نعالي كتصلح تو تيب دو بو، جميع انواع البشره. وهاد لاغام ديال سان كلير هي اللي فيها العنايه وفيها الحمايه من الشمس، حتى هي عندهم لا بوسيش وعندهم تو تيب دو بو. هادو هما لي برودوي سكين كير اللي كنستعملهم دائما. ماشي دعايه ولا تقولوا خلصوني باش نعمل لهم لا بوب في يوتيوب بتاتا، مي بغيت ضروري انني نبارطاجي معكم لا روتين ديالي. وعاد سورتو ان الاغلبيه ديال لي مارك اللي كنستعمل هما ماركات مغربيه، تيليلا وبراندوك، من غير لا مارك ديال الزياجه اللي هي ماركه بولنديه. غادي نمشي نلبس عليا دغيا حيت خصني نمشي للجامع، كنطير ديجا معطله، ونرجع لكم. ساليت حتى ندخل للدار ونعاود لكم. ساليت من الجامع ان شاء الله. فيديو اللي ما جا غادي نشرح لكم بالضبط شنو كنعمل. دخلت للدار وانا نلقى هذا الكادو كيتسناني اللي هو ماك بوك برو. علي خدا لي بيسي جديد، واخيرا نسيت ما صورت لكم انبوكسينغ ديال اللابتوب باش نزلو في الفلوج، ولكن صورت انبوكسينغ نزلته في انستغرام ونزلته يوتيوب شورتس الا كنتو انتريسي باش تفرجوا في لا فيديو. اخيرا بيسي جديد ماك بوك برو. ديجا عندي القديم هو هذا، ولكن صافي رجع ثقيل بزاف. ما تخيلوش معايا شحال فرحانه بالبيسي الجديد، حيت واخيرا غادي نقدر نعمل مونتاج فيه. اخر صافي ستوكاج بلان، واخا عيت ما نخوي فيه بيسي مسكين تصوتا نيت. جا الوقت باش نبقى نعمل مونتاج على خاطري، حيت هاد المده كلها كنت كنعمل مونتاج غير في التليفون، وما كنتش كنقدر نستعمل لي كاميرا بروفيسيونيل بحكم ان البيسي ما كانش عندي خدام مزيان. فان شاء الله كنتمنى لي فيديو اللي ماجين غادي تكون كاليتي احسن، المونتاج غادي يكون احسن. وكانت هذه هي لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا فيها. ونشوفكم ان شاء الله فيديو الجاي. بسلام عليكم.